في هذا المجال باش نعطي رأيي في هذا الإطار. بالنسبة إلى يعني الكونسنسوس كما نقولوا بوليتيك، هذا احنا نتكلموا على وصول إلى إجماع في الرؤية وفي التطبيق في المجال الاقتصادي. واحنا الآن نحاولوا يعني بالاتصالات ديالنا وبتبادل الآراء معكم مع المجتمع المدني ومع الإعلام ومع كل القوى السياسية إلى يعني يحبوا يعني يحضروا ويتبادلوا الآراء معنا، يعني باش نتوصلوا إلى إجماع في هذه الرؤية الاقتصادية. وكما قلت يعني الاقتراح الأول ديالي هو كان كيف نتوصلوا إلى هذه الرؤية والإجماع على هذه الرؤية. الحمد لله كنت بعد لنا هذه لا ولا كيفاش ما تحترموش حتى الناس يعني اللي راهم يحضروا الحاضرين يعني. سمحوا لي يعني عجيب يعني الواحد يتكلم وهو يعني يلعب بالثاني. احترام نفسكم واحترام الحاضرين لما شفتها في أي مكان. ولهذا احنا نحاولوا يعني نوجدوا إجماع في الرؤية وفي التطبيق. يمكن ما نوصلوش إليها، ولكن احنا نشتغلوا في هذا الإطار في هذا الاتجاه. وعملنا يعني كثير من المحاضرات وحتى محاضرات على طريقة سكايب مع الشباب ومع يعني المتعاملين الاصطناعيين اللي عطاونا الأفكار وعطاونا الآراء ديالهم عن هذه الطريقة باش نقدروا يعني نكتبوها لكم وناخذوا الآراء ديالكم. هذه هي يعني الكونسنسوس بوليتيك إن شاء الله يكون، ولكن على الأقل كل واحد يدير العمل ديالو. انتوما كإعلام تعملوا العمل ديالكم، وحنا كخبراء وعندنا يعني خبرة وعندنا يعني مسؤولية في هذا المجال. احنا نقدموا الآراء ديالنا، خذوا هذه الآراء يعني شوفوا إلى ينفعوا في هذا الاتجاه، ويمكن في ظرف سنة أو سنتين نوصلوا إلى إجماع ورؤية في هذا التطبيق. وإن شاء الله تكون مليحة على أي حال بالنسبة إلى الجزائر، إلى البلاد ديالنا، تكون منفعة كبيرة. ولو كثير من هذه النقاط اللي احنا نقدموهم يمكن ما يقبلوهمش الناس أو ما يحاولوش يطبقوها، لأن احنا نتكلموا على المدى الطويل، مش احنا نتكلموا على الانتخابات باش نربحوا الانتخابات خطوة ولا بعد خطوة. احنا لازم ننظروا إلى المصلحة تاع الجزائر في المدى الطويل. واش هي المصلحة؟ هي ننوعوا الاقتصاد ديالنا ونخرجوا من هذا التبعيات البترول. ماشي هي سهلة كما أنا كنت نقول، هي صعبة بكثير. ولهذا لازم جهد ولازم يعني تكون فيها يعني الرؤية وإجماع على هذه الرؤية. وشكرا.